اخواتي وحبايبي، عايز اكلمكم في حكايه، والله حكايه يعني غريبه قوي، ظاهره غريبه قوي اليومين دول منتشره وجديده على مجتمعنا وغريبه قوي، والله غريبه بجد. حكايه الام اللي بتقتل ابنها، والست اللي بتقتل جوزها، والاب اللي بيقتل عياله. بجد يا اخوانا، في ايه يا اخوانا؟ هو في ايه اللي بيحصل بجد؟ والله بجد في ايه اللي بيحصل؟ هي يعني ايه اللي بيخش في الدماغ وبيخلي الموضوع كده؟ يعني ايه يخلي اب في الدنيا يقتل ابنه، ولا ام تقتل ابنها؟ الواحد بيقرا الحاجات دي وبيشوف وبيسمع عنها حاجات والله العظيم تخلي جسمك يقشعر. ليه كده؟ في حد يقتل ضناه؟ ضناك ده يعني روحك، يعني حته منك، تقتله ازاي؟ ايا كانت ظروفك يا سيدي، ايا كانت ظروفك والله، تقتله ليه؟ لا، مش عايزه، سيبه، سيبه يطلع في الدنيا. انت مش عايزه ومش قادر عليه ومش قادر تصرف عليه ومش قادر تاكله، مع انه والله العظيم الرزاق والله. وقسما بالله ربنا ما بيخلق دبه في الارض الا بيخلق معاها رزقها. بس احنا اللي مصعبينها على نفسنا، احنا اللي مصعبينها على نفسنا عشان احنا بعدنا عن ربنا. فربنا كمان يعني الحمد لله والشكر لله، ربنا ما بيحاسبش حد بعمله. والله ما بيحاسب حد بعمله. تعرف لو ربنا بيحاسبنا باعمالنا كان زماننا متنا من الجوع. انما والله ربنا ما ربط ده بده. بس يعني بسمع حاجات غريبه قوي، اصحى كل يوم على مصيبه وكارثه. في ايه يا اخوانا؟ في ايه بجد؟ وربنا الواحد بيستغرب. ده الواحد بيعافر في الدنيا وعمال بيعمل كل حاجه عشان خاطر يسعد عياله. اي أيوة والله العظيم، عمال يشتغل ليل ونهار وعمال يجيب من هنا ويجيب من هنا ويحرم نفسه من حاجات كتير قوي عشان يفرح اولاده. ازاي تهون عليك روحك تقتلها؟ فبالله عليكم يا اخوانا، بالله عليكم يا اخوانا، ارجعوا لربنا يا اخوانا، ارجعوا لربنا، ارجعوا لربنا. والله العظيم، والله العظيم لو رجعت لربنا هتفرق معاك في حاجات كتير قوي. ارجع لربنا، صلي، توب، اقرا كتاب ربنا، هتلاقي نفسك مرتاح. معلش يا اخوانا، الظروف ضاقت على الناس كلها. معلش، مش معنى ان الظروف ضاقت علينا ان احنا نموتوا بعض ونموتوا عيالنا، لا مش كده. وربنا قال كده برضه يا اخوانا. ارجعوا لربنا، ارجعوا لربنا، صدقوني والله العظيم مفيش احسن من الرجوع لربنا.